منتخب مصر الثاني، منتخب مصر الثالث، منتخب مصر يتعادل مع منتخب الكويت 1-1 في مباراة غريبة، مباراة عجيبة. منتخب مصر بقيادة حلمي طولان بيتعادل مع الكويت بعد ما كنا خسرانين 1-0 بنتعادل بضربة جزاء عن طريق محمد مجدي قفشه. شوط اول او 60 دقيقة بالتمام والكمال عبارة عن ضياع فرص لمنتخب مصر امام منتخب كويتي كامل الاحترام ليه، متواضع جدا، متواضع جدا حرفيا. انت بتروح قدام الجون بتلوش. محمد شريف بيعمل ايه؟ والله بجد محمد شريف بيعمل ايه بجد والله؟ يعني ازاي ياخد محمد شريف المنتخب اصلا؟ واللعيبه بتعمل حاجات غريبه وفرص غريبه بتضيع. عمرو السوليه ضربه جزاء ضيعها بشكل غريب جدا. كميه فرص اللي ضيع الراجل بتاع الكويت عنده 3 لعيبه قاعدين بره، منهم 2 لعيبه نزلوا قلبوا المباراه راسا على عقب. بمجرد نزول ال2 لعيبه الماتش اتقلب، حرفيا. الماتش بقى ناحيه الكويت، راحوا ب3 فرص جابوا منهم كوره جول وضيعوا فرصه محمد بسام تألق فيها بشكل كبير جدا، والحظ كان معانا بشكل كبير، كان ممكن المباراه تخلص. بيعود المنتخب ويبدا يضغط وبينزل مروان حمدي بيقلب المباراه لصالح منتخب مصر. يعني مروان حمدي ما يقعدش لاي حد صراحه، يعني مروان حمدي ما يقعدش لاي حد، نزل قلب الماتش وبدا منتخب مصر يضغط وجاب ضربه جزاء تانية، والحارس بتاعهم خد كارت احمر. بيدخل محمد مجدي قفشه يجيب الكوره تعادل، ثم بعد ذلك سلسله من التمريرات لمنتخب مصر، ولكن بلا شيء. منتخب زي ما قلت لكم منتخب الكويت مش اقوى منتخب، يعني انت لسه ما لعبتش حد، لسه ما لعبتش عرب افريقيا، عرب اسيا فيهم فرق تقيله، فانت ما عملتش حاجه. فانت بدايه ضعيفه، بدايه مخيبه للامال بشكل كبير جدا جدا من منتخب الكابتن حلمي طولان. انت عندك الامارات يوم السبت، بعد كده تلعب الاردن راح كاس عالم، وموضوع صعب جدا. كان ممكن تكسب بعدد كبير من الاهداف، وكان في نفس الوقت ممكن تخسر. لكن التركيبه نفسها بتاعت المنتخب ضعيفه جدا جدا جدا. ربنا يستر في اللي جاي. محمد بسام دول الكره اللي صدها دي كان زمانك بتقول هارد لك لمصر.